ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وفيديو جديد مع محمد حامد. وفيديونا النهارده عن رضا سليم، صفقة النادي الاهلي الجديدة اللي خلاص يعتبر خلص. الجناح الجديد للاهلي هو ليه كذا مركز، وهنتكلم في كل حاجة تخص رضا سليم. بس قبل ما نخش الفيديو يا شباب ونقول لكم مين هو رضا سليم، لسه عامل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الاسم رضا سليم، السن 24 سنة، مواليد 25/10/1999. النادي الجيش الملكي المغربي، الجنسية مغربي، مواليد الدار البيضاء، والطول 175. بدأ رضا سليم مسيرته في 2011 وكان عنده 12 سنة بس مع الجيش الملكي، وبعدها ساب الجيش الملكي وراح نادي الرجاء في 2014 وقعد معاهم 3 سنين. بعدها رجع للجيش الملكي في 2017 وتألق في الموسم بالذات 2018 2019 مع الفريق الرديف. كانت أول مباراة يظهر فيها رضا سليم مع الجيش الملكي كانت في يوم 24/9/2019 في الكلاسيكو وفي الديربي مع نادي الوداد في كأس المغرب. رضا سليم لعب ضد الأندية المصرية 4 ماتشات، ماتشين ضد بيراميدز وماتشين ضد فيوتشر، وصنع هدفين في الماتشين اللي ضد بيراميدز. طب ايه هي قيمة رضا سليم التسويقية على حسب الترانسفير ماركت؟ قيمة رضا سليم التسويقية هي 2.2 مليون يورو، وهو الثاني في المغرب بعد يحيى عطا الله لاعب الوداد اللي قيمته التسويقيه 2.5 مليون يورو. وقاد رضا سليم نادي الجيش الملكي للفوز بالدوري بعد 15 سنه من الغياب. رضا سليم اللي الان مع الجيش الملكي لعب 115 مباراه، سجل 32 وصنع 26. رضا سليم الموسم الماضي مع الجيش الملكي لعب 39 ماتش في جميع المسابقات، سجل 13 هدف وصنع 14 هدف. في الدوري بس سجل 11 وصنع 10، وفي الكونفدرالية سجل هدفين وصنع 4 في 10 ماتشات. طيب ايه اللي يميز بروفايل رضا سليم؟ اللي يميز بروفايل رضا سليم هو المهارة، لاعب مهاري جدا، وغير كده لاعب بيلعب جناح يمين ويلعب جناح شمال ويلعب صانع العاب، يعني يعتبر تبديل او بديل لبيرستاو وبديل لحسين الشحات، ويقدر كمان يلعب صانع العاب. فده معناه ان انت حد زي القندوسي ممكن ميبقاش موجود معاك من الموسم الجديد. وحاجه كمان، هو ممكن ميلعبش كبديل، لا هو ممكن يبقى اساسي عادي على حسين واساسي على بيرسي، بس هو بديل قوي ويهدد مكانهم لانه بيلعب جناح يمين وجناح شمال ويلعب صانع العاب، وبالذات هو كمان مهاري. وحاجه كمان بتميز بروفايل رضا سليم ان هو لاعب غير المهاره، هو لاعب بيعرف يسجل ضربات جزاء كويس، وتاني حاجه انه لاعب بيقدر يعمل الرفعه كويس جدا جدا وعلى الراس مظبوط. يعني ده معناه ان هو محتاج مهاجم فينيشر او مهاجم يستغل العرضات بتاعته دي صح، لانه لاعب بيقدر يعمل عرضيه من الحركه كويس جدا ومن الثبات كويس جدا، وجميع فيديوهاته بتبين ان هو عرضاته كلها مظبوطه من اليمين او من الشمال، وبيصنع لعب كمان كويس. وحوار العرضيات ده ميزه جدا، لو لعب ناحيه معلول هيقدر مع معلول يعملوا ثنائيه ويعملوا جبهه كويسه. ده بيدل على حاجه واحده، ان انت محتاج مهاجم سوبر يقدر يستغل كميه العرضات اللي هتترفع الموسم الجديد. وده معناه ان كولر ممكن يغير فكره او يغير تكتيكه، ويقدر يعتمد او يحاول يعتمد على العرضيات اكتر واكتر، ويحاول يعتمد على رفعات اكتر واكتر. وده معناه اولا واخيرا ان انت محتاج مهاجم سوبر يقدر يستغل العرضيات دي اولا، وثانيا يقدر يفنش العرضيات دي ويقدر يفنش في العموم. يعني يبقى عندك مهاجم سوبر. وبس دي كل حاجه عايز تعرفها عن رضا سليم. لو عجب الفيديو قول لي رايك في الكومنتات. وبس بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.